بعد قصة القعقاع بالعنتري اللي حكيتها بالفيديو اللي قبل هذا الفيديو، طلع لنا واحد جديد اسمه العقرب، وراح يؤدي المهمة يلي أداها القعقاع بن عنتر، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. هذا العقرب. العقرب هذا بديل القعقاع. هذا بديل القعقاع. نعم، بديل القعقاع في حرب الدم. حياكم الله. هذا بديل القعقاع. هذا العقرب. هكذا يا عقرب، لا تنطق. بديل القعقاع هذا بديل القعقاع. نعم. هذا الآن بطل الحربة. هذا بطل الحربة. بدل القعقاع. هذا العقرب. ينزل الأماكن كامل، تنزل لها كل الأماكن. كل مكان. لا حد نزل القعقاع. هذا الكلمة يشجع يموت. الله يرحمه. فموضوعنا اليوم عن هذا الشخص يلي يسمى بالعقرب. هأحكي لكم ملخص بسيط عن قصة القعقاع بن عنتر. شاب من عشريني كان بيعمل حركات، يعني صراحة حركات مهارية وحركات خطرة داخل فوهة دمت أو داخل البركان فينا نحكي، وهي هي الصورة فيكم أنتم تشوفوها. وكان يكتب أسامي الناس داخل هذا البركان وكان ياخد عليهم مصاري، يعني كان هذا الشيء يعني شغل له. مرت سنة ونص كاملين وهو عم يعمل هذا الشيء كل يوم وما صار له شيء أبدا. بعد سنة ونص كان عم يتسلق، فبتسحط إيده وبيطب لتحت، بعدين بينتقل إلى رحمة الله. واذا بدكم تفهموا اكثر عن هي القصه فروحوا شوفوا الفيديو اللي صورت لكم اياه. بعد موته الله يرحمه يا رب ويجعل مسواه الجنه، طلع لنا واحد لحتى يتصدر هذا المشهد ولحتى كمان انه يكون ترند. يعني طبعا انا ما بدي ادخل بنيته انه هو بده يكون ترند او لا، بس عم يعرض حياته كمان للخطر. وهذا الشخص يسمى باسم العقرب، يعني راح يعمل نفس المهمه اللي كان بيعملها القعقاع بن عنتر. فالمهم هذا الشخص بيعرف انه هذا الشيء اللي راح يعمله خطير. هذا الشخص كمان راح يؤدي حياته للخطر، يعني عم يعمل او حيعمل نفس ما كان عم يعمل القعقاع بالعنتر. الشيء اللي بدي اياه انه اذا انت بدك تعمل هذا الشيء واذا انت بدك تشتغل نفس الشغل اللي كان عم يشتغله هو، اشتغل تمام، بس شو، بس اربط حالك بشيء وحط هذا الشيء فوق مشان لا سمح الله اذا مثال طبيت او هيك ما تموت كمان، يعني انه يكون في شيء ماسكك من فوق، فاهم علي؟ وكمل شغل. ومثل ما بتعرفوا يا اخوان، او للناس اللي ما بتعرف كمان، حاليا الوضع باليمن صعب كتير كتير. اولا عنا انه ما في شغل، شغل قليل كتير، وثانيا في ناس ما لها ملاقيه اكل تاكل، وكمان انه بعد ما توفى الله يرحمه بكم يوم طلع لنا هاد ولحتى يكون ترند والناس عم يحكوا انه هذا هو خليفة القعقاع بن عنتر والبطل. الناس عم يشجعون على هذا الشيء، تخيلوا انتم بس. يعني طبعا يعني صراحة ما بنحسن نحكي لان احنا ما لنا عايشين العيشة اللي هن عايشينها، يعني نحن ما عم نمر بالظروف الصعبة اللي هن عم يمروا فيها، فما بنحسن نحكم عليهم اذا لازم يشتغلوا هاي الشغلة او ما لازم يشتغلوا. بس نحن شو علينا بالنصيحة انه اذا انت بدك تشتغل هاي الشغلة فاربط حالك بشي مشان ما كمان تموت. وفي كمان شغلة يا اخوان حاب احكيها غير هذا الموضوع، انه في نسبة كبيرة من الناس، مو كل الناس، في شوي منهم يعني، لما بيتابعوا حدا بيتابعوه على الارقام يلي عنده اياه، ما بيطلعوا على محتوى، ما بيطلعوا على شخصيته. اذا عنده مثال هذا شخص 100,000 200,000 مليون طب اشتراك بنتابعه. اما الشخص اللي بيكون عنده نسبة قليلة من المشتركين وبيكون محتوى هادف تمام، فهن شو هن ما بيطلعوا على انه على محتوى، بيطلعوا هن على الارقام. هذا الشخص عنده ارقام قليلة فلازم ما نتابعه. فهدول الناس لازم يصحوا. يعني كان في ناس قبل عم يدعموني تمام، ومع الايام صاروا يخفوا الناس تدريجيا لان الارقام عندي ما عم تزداد، فاهمين كيف؟ فهي والله بس حبيت اني احكي هذا الشيء وان شاء الله بتكون وصلت الرساله. يعني الرساله هي انه لا تطلعوا على الارقام، طلعوا على محتوى الشخص، طلعوا على المحتوى اللي عم يقدمه المحتوى الهادف، فاهمين كيف؟ في ناس عم يتابعوا ناس محتواهم سيء كتير كتير بس لان عندهم ارقام كتيره، هن الناس تافهين يعني بمعنى الكلام. فايه والله تعبتوا انا احكي لكم انه يلي عنده فكره فيديو يكتب لي تحت التعليقات لحتى ما نقطع عن القناه كتير، لان والله العظيم انا ما عم افضى ابدا. انا دائما عم بكون يعني بالشغل فما عم تجي الفكره على راسي، عم تصير صراحه صعبه يعني. المهم بس بدي منكم هي المساعده، فبس ساعدوني فيها انكم اذا عندكم مثال فكره اكتبوها وارسلوها فقط لا غير. نختم الفيديو بقراءه صفحه من القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هيك كان فيديو اليوم، كان معكم أخوكم صالح، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهبل يا خلاص رجع تفضل كذا بدك تفضل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نطلعها جنب بعض فارس عادي 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 شوف على حركات تسوي يرقص يرقص ها ما ادري بسيط لا انا كان نفسه مول وجود العقرب هذا الحمد لله على السلامة هذا بديل القعقاع العقرب